لماذا من يحضرون اللقاءات والملتقيات والتدريبات والتكريمات والتحفيزات والرحلات مع دي إكس إن هم أصحاب الدخل العالي والارتقاء؟ المحور الأول: سر الارتقاء يبدأ من الحضور. إن سر التميز في أي عمل ليس في الموهبة وحدها ولا في الحظ أو الظروف، بل في الحضور والالتزام والمتابعة المستمرة. من يحضر اللقاءات ويتلقى التدريبات ويشارك في الرحلات والملتقيات مع شركة دي إكس، إن سواء كانت أونلاين أو مباشرة في المكاتب أو في دول العالم المختلفة، هم من صنعوا لأنفسهم مساراً مختلفاً، لأنهم اختاروا أن يكونوا في قلب الحدث لا على هامشه. المحور الثاني: الرصيد المعنوي يسبق الرصيد البنكي. الحضور يصنع في القلب شعلة، وفي العقل رؤية، وفي النفس حماسة. من يحضرون اللقاءات لا يعودون كما كانوا، بل يخرجون بفكرة جديدة، بعزيمة مجددة، بقدوة حية أمامهم، بجملة تحفيزية غيرت نظرتهم، فكان من الطبيعي أن ترتفع دخولهم، لأن الداخل تغير، فكان الخارج انعكاساً له. المحور الثالث: النمو في بيئة ملهمة. من يتغيب عن اللقاءات يفقد فرصة الاحتكاك بعظماء التجربة وبأصحاب الإنجاز وبتلك الكلمات التي تشعل الإرادة. أما من يحضر فهو في بيئة تربوية تعاونية ناهضة، تسمح له بأن يرى ويذكر ويحفز ويكرم ويرشح للقيادة ويسافر به ويوثق عطاؤه. 10 فوائد لحضور اللقاءات والأنشطة في دي إكس إن 1. التعلم من التجارب الحقيقية للقادة. الثاني: تجديد النية والطاقة أسبوعياً. الثالث: بناء شبكة علاقات قوية وملهمة. الرابع: الاطلاع على استراتيجيات التسويق الحديثة. الخامس: الحصول على الدعم النفسي والمعنوي. السادس: تحفيز الفريق بالحضور والقدوة. السابع: الانتقال من التردد إلى الثقة. الثامنة: معرفة خطط الشركة وأهدافها المستقبلية. التاسع: الوقوف على قصص النجاح الواقعية. العاشرة: التهيئة للقيادة والترقيات والتكريمات. 10 مخاطر في الغياب عن اللقاءات. 1. الركود العقلي والجمود الفكري. 2. فقدان الحافز والدافع الداخلي. 3. البعد عن أجواء الإنجاز والإبداع. 4. عدم الإلمام بآخر مستجدات الشركة. 5. ضعف التواصل مع الفريق والمجتمع. 6. الإحساس بالعزلة والانقطاع. 7. توقف عجلة النمو الشخصي. 8. انطفاء روح المنافسة والتحدي. 9. ضياع فرص الترقي والتكريم. 10. ترك المجال لليأس أن يتسلل. 10 عبارات تحفيزية لهذا المعنى. الحاضرون اليوم هم صناع الغد. الثاني: احضر لقاءً تفتح لك بوابة رزق. الثالثة: رحلة المليون تبدأ من مقعد في تدريب. الرابع: التكريم لا يأتي صدفة، بل حضوراً مستمراً. الخامس: الذين حضروا ارتقوا، والذين غابوا تاهوا. السادس: النجاح لا يرسل بالبريد، بل يحضر في اللقاءات. السابع: كل لقاء يحفر فيك درجة على سلم المجد. الثامن: من لم يحضر لا يلهم ولا يكرم. التاسع: في دي إكس إن الحضور نصف الرزق. 10: كن حاضراً تكن قائداً. نصيحة للاستمرار والرقي: لا تجعل اللقاءات خياراً بل عادة، واحضر بكل كيانك ودون وطبق وشارك. من حضر نجى، ومن استمر ارتقى، ومن ثبت صعد. إشراقات من القرآن والسنة والتاريخ. قال الله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فيها إشارة إلى أن اللقاءات التربوية الإيمانية أولى من البيع في لحظتها، فما بالك بلقاء ينعشك روحياً ويعلمك مهنياً. وقال: من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. واللقاءات ما هي إلا سبل للعلم والتزكية والتجارة النافعة. موسى عليه السلام لم يكتف بالوحي، بل سافر ورافق الخضر، لأن الحضور الميداني لا يغني عنه شيء. الصحابة كانوا إذا نودي للصلاة تركوا كل شيء، لأنهم يدركون أن اللقاء مع الله لا يفوت، وكذلك لقاء العلم والهمة.
الإمام الشافعي كان يقول: صحبة أهل الهمم ترقيك وإن لم تعمل مثلهم، فكيف إن حضرت وعملت؟ من نماذج دي إكس إن الملهم شاب في الفلبين لم يكن يملك ثمن العضوية، لكنه حضر اللقاءات والملتقيات سواء كانت أونلاين أو مباشرة في المكاتب أو ضمن الرحلات إلى دول مختلفة، حتى أصبح كراون أمباسادور. كم من قائدة كانت تحضر التدريب وهي ترضع طفلها وتحرص على حضور اللقاءات من منزلها عبر الإنترنت أو من المكاتب أو خلال الرحلات، والآن هن من أعلى النجمات في إفريقيا. رجال أعمال كانوا لا يغيبون عن أي ملتقى تدريبي أو تحفيزي سواء على الإنترنت أو في الاجتماعات المباشرة، فصار فريقهم آلافاً ودخلهم عشرات الآلاف. حكمة خالدة: إذا لم تكن هناك فرصة لتكون نجم اللقاء فكن أول الحاضرين فيه، فإنهم دائما أوائل في كل شيء. دعاء عميق: اللهم اجعلنا من الذين يحضرون مجالس العلم والخير، واملأ قلوبنا حبا للقاءات النافعة، واجعل حضورنا فيها سببا في رفعة أرزاقنا وعلو مراتبنا وسعادة أهلينا ونجاح فرقنا. واصطفنا يا كريم ممن قيل فيهم: ورفعنا لك ذكرك، ولا تجعلنا ممن غفلوا فتأخروا وتركوا أسباب النجاح فخابوا. أخوكم ومحبكم السفير الملكي جمال المسعدي، 22 عاماً من العمل والبناء بتوفيق الله مع شركة دي إكس إن العالمية.